خلي بالك من الكلام اللي انا هقوله لك ده كويس قوي. هتعرف ازاي الاجهزه الكهربائيه في بيتك بتتحرق. وتخلي بالك، تم تقليل جهد فولت الكهرباء من 220 فولت الى 160 فولت في خطه تخفيف الاحمال. عارف الكلام ده معناه ايه؟ هقول لك يا عم معناه ايه. معناه ان معظم الاجهزه اللي في بيوتنا اتصنعت على اساس جهد الكهرباء اللي هو 220 فولت، فانت نزلت الجهد في خطه تخفيف الاحمال، واللي كنا فاكرينها عباره عن قطع الكهرباء فقط، لكن الخطه بتشمل تقليل الجهد كمان. وده هيخلي الكهرباء لما بتقطع وتيجي تاني تحرق الاجهزه، لان درجه حراره الاجهزه هترتفع. طب ايه الحل؟ في حلين ملهمش تالت. اول حل هيكون مكلف حبتين ومش كل الناس هتقدر تجيبه، وهو جهاز استابلايزر. وده جهاز مسؤول عن تنظيم جهد الكهرباء، فبيستقبل الصدمه وتغييرات الجهد وبيبتدي يوزع للاجهزه. قبل ما تعرف الحل التاني، عايز اقول لك ايه اللي بيحصل يخلي الاجهزه تبوظ. المشكله مش في الكهرباء لما تقطع، المشكله انها لما بتيجي ما بتجيش بنفس القوه اللي قطعت بيها، بتاخد حوالي 5 او 10 دقايق عشان تستقر. معنى كده ان اول ما الكهرباء تقطع شيل فيش الاجهزه كلها على طول، ولما الكهرباء تيجي استنى 10 دقايق وبعدين حط الفيش. وفي نهايه الفيديو يا ريت تشير عشان خاطر كل الناس تستفيد. سلام.